السلام عليكم. كيف ما شفتوا في العنوان غنصايب معكم تحضيرات ديال عيد الميلاد. غيطيح عليكم كلشي اقتصادي وبسيط، وكيفاش تصايبي بوفي ويطلع لك فيه منظر زوين وغيب اللي عندك في الدار. وغادي نصايب ايضا معكم بوبس كيك وماغنوم بلا القوالب ديال ماغنوم بواحد الطريقه سهله، وكيجيو غزالين وكيوجدوا بسرعه. كلشي غادي تشوفوه ان شاء الله في هذا الفيديو. تحضيرات بسيطه وافكار زوينه. باش ما نطولش عليكم نبداو نيشان بالفيديو. الا كنتوا اول مره كتشوفوني فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد، وديروا لايك الفيديو وخليوا لي شي تعليق. الله يسهل عليكم كاملين على بركه الله. دابا غادي نبداو بالماغنوم والبوبس كيك. خديت هنايا واحد الكيكه، صايبت كيكه عاديه وطحنتها في الهاشوار. طحنوها اما في الهاشوار ولا اي خلاط عندكم، طحنوها حتى ترجع بحال هكايا بودر. من بعد غادي تجمعوها اما بشوكولاته الدهن اما مع شويه ديال الحليب والعسل اللي متوفر عندكم تقدروا تجمعوا به. غير هو الشكلاط كيعطيها واحد المذاق زوين كيجي في هاد لي بوبس كيك والماغنوم. المهم كتبقاو تجمعوه حتى كتوصلوا لهاد القوام هكا. فاش تبقاو تجمعوا داك الخليط يتجمع لكم في يديكم. غادي نصيبوا الماغنوم غير بهذا القالب هذا اللي كيتباع بدرهم اللي كيبيعوا لوازم الحلويات بجوج طرق. الطريقه الاولى كناخذوا داك القالب كنعمروه بحال هكا كاملين، وعاد كناخذوا دوك العويدات وكندخلوا هكا واحد في الوسط. هذه الطريقه الاولى. وبالنسبه للطريقه الثانيه كناخذوا شويه من هذاك الخليط وكندخلوا فيه العود، وعاد كنبداو نقادوه بهذاك القالب. كيف ما كتعرفوا هذوك القوالب ديال لي ماغروم كيتباعوا غاليين وما كنحتاجوهمش بزاف. تقدروا تاخذوا هذا المول هذا غير بدرهم ديال الصابلي، تصيبوا به الصابلي وتصيبوا به حتى لي ماغنوم. الطريقه الثانيه هي هذه. نديروا العود هو الاول في وسط الخليط، ومن بعد عاد كنبقاو نقادو من الجوانب بجوج. كنقادوه من الفوق ومن التحت. غادي نولي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه كيفاش. المهم تقدروا تعتمدوا الطريقات بجوج بهم ساهلين وعمليين وكيجي فيهم منظر زوين. صافي من بعد منين كنعمروهم كندخلهم المجمد يشدوا في راسهم مزيان عاد باش غادي نقدروا نزينوهم. انا هنايا قسمت الخليط على جوج، النص صيبت به لي ماغنوم والنص الاخر صيبت به البوبس كيك. هانتوما شوفوا الخليط كيفاش خاصو يكون. هنايا الكاميرا واضحه احسن. خاص يكون القوام ديالو بحال هكا كيف ما كتشوفوا، يكون ملس ومجموع مزيان. حاولوا انكم تطحنوه مزيان وتجمعوه مزيان اما بالشكلاط اما بالحليب والعسل كيف ما قلت لكم. المهم انا قسمت الخليط على جوج، النص طيبت به الماغنوم والنص غنصايب به البوبس كيك. درت كويويرات. مهم نتوما غادي ديروهم بالحجم اللي بغيتو، كبار صغار موين اللي بغيتو على حسب الناس اللي عارضين عليهم. مهم هانتوما انا كورتهم هنايا وغنوريكم واحد الطريقه كيفاش ديروا تذوبوا الشوكولاط الابيض، حيت الشوكولاط الابيض كيكون حساس الا ما عرفتوش تذوبوه كيتحجر لكم وكيضيع. خديت انا هنايا غير الشوكولاط عادي ديال كالا ذوبته في بان ماغي، وحاولوا انكم تنقصوا النار ونوريكم الطريقه كيفاش تلونوا. كتاخذوا واحد شويه من داك الشوكولاط كديروه هكا في شي طبيصيل وكديروا الملون ديالكم. انا هنايا درت الملون غوز، وكتبقاو كتخلطوا مزيان حتى يحيدوا كاع داك الحبيبات ديال الملون، حتى يرجع لكم الشوكولاط كله ملون وما فيهش كاع دوك التكتلات ديال الملون. عاد تقدروا تزيدوه على باقي ديال الشوكولاته باش هكا كتجيكم الشكلاط ديالكم ملون مزيان، ما فيه لا تكتلات لا والو، كتجيكم صافيه. المهم انا هنايا درت الغوز بارد، هو اللي بغيت انني نعتمدو في هاد لي ماغنوم او لي بوبس كيك، وانتم كديروا الالوان اللي بغيتو. المهم خديت هذوك العويدات ديال بوبس كيك. الطريقه كيفاش ديروهم باش ما يبقاوش يطيروا لكم، باش يبقاو لاصقين في دوك العويدات. كديروا داك العويدات في الشكلاط وعاد كتدخلوهم في هذيك الكويويره، وكتحاولوا انكم تدخلوهم بشويه باش ما يتهرسوش ليكم. هكا كيبقاو شادين في راسهم مزيان وما كيطيروش كاع. صافي من بعد خديت كاس ودرت فيه الطبقه ديال داك الشوكولاته اللي عندي. صافي وغادي نبدا نزين في لي ماغنوم والبوبس كيك ديالي. خديت هذاك الماغنوم من بعد ما جبدوا وشدوا في راسهم مزيان، وكنغطسهم هكايا مزيان في داك الشكلاط. شوفوا هاد اللوين كيجا غوز بارد زوين. انا ما كيعجبونيش الملونات بزاف مغموقين، داكشي علاش خليته هكا بارد ومفتوح. المهم غطست هادوك لي ماغنوم، وحاولوا انكم ديروا ورق الطبخ باش يجيوكم مفينين مزيان. فاش تغطسوهم في الشكلاط حطوهم على ورق الطبخ باش يجيكم الشكل ديالهم زوين، وباش ما يتبقاوش يتهرسوا لكم ويلصقوا لكم وتفرتوا. المهم انكم فاش تحطوهم هكايا في ورق الطبخ دوزوا غير واحد شويه وهزوهم وحولوا ليهم البلاصه باش كيجيكم فينين وما كيجيش داك الدائره ديال الشكلاط كتجيكم باينه فيهم، كيجيو فينين. هانتوما شوفوا انا كنحطهم وكنولي نحولهم من بلاصه لبلاصه باش كيجيونا فينين مقادين. المهم انا هنايا غطستهم جوج ديال المرات باش جاوني
الشكلاط شاد فيهم مزيان وما جاوش هكا كحل باش كيجي فيهم باين داك الغوز ديال الشكلاط. حتى نتوما غطسوهم هكا جوج د المرات. انا دابا هنايا راني كنعاودهم المره الثانيه، نتوما كتشوفوا كنغطسهم وكنحولهم. المهم وزينت دوك لي بوبس كيك ديالي زينتهم بدوك العقيقات كيف ما كتشوفوا. وانتوما غادي تزينوا باللي متوفر عندكم. وخديت دوك لي ماغنوم وخديت الملمع الذهبي وخديت داك القطين باش كنمسحوا وجهنا، وبقيت هكا كنمسح ليهم الوجه ديالهم باش يجيونا ملمعين بالذهبي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيجي فيهم منظر زوين. وانتم كيبقى لكم الاختيار تزينوا باللي بغيتو وباللي متوفر عندكم. المهم هكا راهم كيجيو زوينين وراقيين. المهم هما هادو لي بوبس كيك ديالنا، نتوما شوفوا كيجاو. هادو لي ماغنوم حتى هما درت لهم شويه من دوك العقيقات اللي درتهم لداك البوبس كيك صافي. وهنايا مشيت باش نوجد واحد البلاطو ديال ميني كيك اللي جا زوين وراقي. تقدروا تعتمدوه المناسبات ديالكم، الاعياد الميلاد، الحفلات، تقدروا تعتمدوهم فاش ما بغيتوا. المهم انا صايبت هنا الكيك عادي قسمته على جوج، النص خليته بيض والنص درت له الكاكاو ودرتو في هاد لي مول هادو ديال السيليكون. وانتم غادي ديروا اللي عندكم في الدار، غادي تقدروا تزينوا به وتشكلوا به. وخديت هاد القوالب هادو ديال اللي كيشات صغيورين، حتى هو قسمت الخليط على جوج، درت النص بيض والنص اللي فيه الكاكاو درت فيه شويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق صافي. وهنا بديت كنزين وكنستف في البلاطو ديالي. درت هذاك اللي بالكاكاو فوق اللوز ايفيلي، ما غاديش يحتاج تزيين صافي، تزين راسو في الفران. وبالنسبه للشكلات الاخرين انا غادي نوريكم كيفاش زينتهم بطريقه بسيطه وجاو زوينين. وانتم غادي ديروا اللي بغيتو تزينوا باللي متوفر عندكم. خديت هاد الميني كيك اللي ما فيهمش الكاكاو اللي مصيبين في داك المول ديال الورده. صايبت واحد صوص شوكولا ولا تقدروا تذوبوا غير الشكلاط كحل اللي بغيتو. ودرت هكا واحد نقيطه في الوسط، ودرت هنايا واحد العقيقه باش نزين بها. وبالنسبه لهذوك الطويولين اللي تا هما ما فيهمش الكاكاو، غير شيت غير شي شويه هكا من تحت في المول باش جاو فيهم داك النقيطات، حتى هما درت لهم داك الصوص ديال الشكلاط وزينتهم بالاوراق الذهبيه، جاو فنين وتزيين بسيط. وبالنسبه للشكلات الاخرين بقاو ليا هادو اللي طويولين في اللي مصيبين بالكاكاو، وهادوك اللي مدورين حتى هما مصيبين بالكاكاو. كانت هنايا عندي واحد الشكلاط، هذاك الشكلاط الغوز اللي شاط ليا من بوبس كيك والماغنوم، زدت عليه هذيك الصوص الشوكولا اللي صيبت شاط ليا منها، خلطتهم وعطاوني هذا اللون هذا باش نبدل، باش ما نخليش نفس اللون في البلاطو، باش يجي داكشي متنوع. صافي عمرتهم هكايا من الوسط، ودرت في هادو اللي على وريضه درت هادوك العقيقات هكايا ملونين جاو زوينين الصراحه. وبالنسبه لهادوك الطويولين حتى هما درت لهم الاوراق الذهبيه. المهم كيف ما قلت لكم غادي تزينوا باللي متوفر عندكم وغادي تنوعوا. وبالنسبه لهادوك الميني كيك اللي صيبتهم في داك المول ديال ليكيش، كان شاط ليا واحد شويه ديال الكريمه كنت عمرت بها الكاب كيك، درت هكا وريضه من الفوق، ودرت واحد العقيقات هكا غوز اللي درت في البوبس كيك وصافي. وشكلت ونوعت وحطيت هو هذا البلاطو ديالنا. شوفوا كي جا غزال وحتى المذاق جا زوين والمنظر زوين. تقدروا تعتمدوه المناسبات ديالكم، الاعياد الميلاد، الحفلات، الاعياد، لاي حاجه تقدروا تصيبوه. حتى الضيوف ديالكم تقدروا تصيبوه، كيجي غزال وكيوجد بسرعه وتزين كيف ما قلت لكم باللي متوفر عندكم. دابا غادي نمشيو باش نصيبوا المارشميلو. خديت هنايا انا واحد الرمانه كانت عندي. المهم نتوما تاخذوا اما مطيشه، رمانه، تشينه، اللي كان متوفر عندكم غتغلفوها بالبابي الومنيوم وغادي ديروا هاد المارشميلو في هاد العويدات هادو. دوك اللي كنشويو فيهم جا فيهم منظر زوين. وبالنسبه للبوفي زينته بشويه ديال الورد وشويه ديال الشميعات ضروري. ودرت هنايا هاد النفيخات هادو نفختهم، وصيبت هاد الديكور هذا، صيبت هذاك الخاميه ونفخت هذاك الرقم 11 وهاد النفيخات. المهم صراحه الزين ما خداليش الوقت بزاف، غير شي نص ساعه كنت ساليت كلشي. وبالنسبه للطبيلات ديالنا كانوا عندي جوج طبيلات، وحده عاليه وحده حاضره، غلفتهم بمنديل بيض، جا فيهم منظر زوين، جا البوفي زوين. وهذا بلاطو ديال المملحات، صيبت الميني بيتزا، صيبت الميني برجر، الميني باغيت ولانام وميني شونسون. المهم هذاك غادي تلقاو الفيديو ديالو في صندوق الوصف باش ما يجيش الفيديو طويل. هو هذا البوفي ديالنا. نوعت، درت الكيسان الذهبيين مع الطبيصله الذهبيين، ودرت دوك الكويسات باش نصيبوا البوب كورن. هادو لي كاب كيك تا هما زينتهم وصوبتهم وزينتهم بالكريمه في الغوز. وهذا البلاطو ديالنا. المهم هو هذا البوفي ديالنا كيف ما كتشوفوا بسيط، وضروري بشويه ديال السقاطه هكا تنوعوا السقاطه حيت الدراري كتعجبهم السقاطه. ودرت شويه ديال الوريضات هكا زرعتهم في البوفي، عطاو منظر صراحه زوين. وجا البوفي غزال وبسيط كيف ما قلت لكم غير باللي متوفر عندكم.
المهم نديروا شي حاجه واخا بسيطه، المهم اننا نفرحوا بها وليداتنا. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وبسلامه عليكم، وما تنسوش تخليوا لي شي تعليق. بسلامه.